مغامرة يومية في حياة أم مصرية. والنهاردة اليوم طويل جدا لأني هعمل تنظيف عميق للبيت قبل ما أروح أقعد عند أهلي كام يوم. وصباح الخير والكثير من الحب. صحيت بدري، صليت ودخلت مطبخي، شغلت الراديو على إذاعة القرآن الكريم. بصراحة الراديو ده أحلى حاجة جبتها في المطبخ عندي، بيهون عليا الوقت بطريقة مش طبيعية. عملت فطار كده خفيف سريع، جبنة قريش وعليها بيض مقلي بالسمنة البلدي مع رشة فلفل أسود وملح. سلقت خضار لأستاذ عز الدين بس للأسف كالعادة رفض إن هو ياكل. أنا عايزة أقول لكم إن أنا نفسيتي مش أحسن حاجة بسبب رفضه للأكل. هو عنده دلوقتي سنة وشهرين. انصحوني بقى بوجبات كده ممكن أعملها له وربنا يهديه كده وياكلها. كان في شويه هدوم صغيره لميتهم وطبقتهم، وكان في شويه هدوم تانية عايزه تتغسل لميتهم، وكمان شلت الملايات. وانا بشيل الملايات اكتشفت ان الكفرات بتاعه المراتب مش نظيفه، فقلت اشيلها بالمره اغسلها، ولميت الفواتح كلها. شغلت برنامج لمده ساعتين. عايزه اقول لكم على حاجه كده، يعني حركه عملتها، حطيت كيس فانيش مع مسحوق الغسيل، انا بستخدم اوكسي، وقلبتهم مع بعض. عايزه اقول لكم بيخلي الهدوم والله طالعه منوره كده زي ما انتم شايفين. بعد الغساله ما خلصت شغلت الغساله تاني لمده نص ساعه علشان اغسل الغوامق. بعد كده دخلت الليفنج روم، لميت الالعاب بتاعه استاذ عز الدين اللي هيطلعها كمان 3 ثواني طبعا. رتبت الركنه والصالون ودخلت بقى على المطبخ. عندي درج كبير كده ده مخصصاه للاكياس، طلعتهم كلهم ورتبتهم ورجعتهم مكانهم. طلعت الاكل من الفريزر اول ما صحيت طبعا عشان يلحق يفك. رتبت كل حاجه في المطبخ ورجعت كل حاجه مكانها. بصوا بقى المنظمات السوداء اللي هي الرف اللي في النص بتاع الدرج ده من احسن الحاجات اللي انا جبتها، بترتب الادراج وبتوفر في المساحه. شلت حاجات عندي بقى من المطبخ ما بستخدمهاش، وقلت يعني اوفر المساحه في المطبخ لحاجه تانية بستخدمها، وخدت الحاجات دي ورحت حطيتها عندي في البوفيه. كان في كوبايات بقى وصيني وحاجات كده. وفي لحظه زي دي استاذ عز الدين ما ينفعش يكون موجود جنبي لانه هو هيكسر وهيبهدل كل حاجه. كان عمال يزن كده. دخلت نيمته وجريت بقى عشان الحق اخلص الحاجه قبل ما يصحى. رتبت كده الكوبايات، شايفين الفرق عامل ازاي بعد ما حطيت المنظم الاسود ده. بعد كده دخلت علشان اعمل الغدا. عملت لحمه بشوربه ورز بالشعريه مع شويه سلطه، وطبعا اتاخرت لحد ما نشرت الهدوم. بس فعلا اليوم كان زحمه، ما كنتش لاحقه اعمل حاجه اصلا. اتغدينا ودخلت على المطبخ طبعا عشان انضف. كان في مواعين كتير. الناس اللي عندها غساله اطباق قولوا لي هل هي فعلا عمليه ومهمه ولا ايه بالظبط. رحت ارتحت شويه كده، وبعد ما قمت لميت الغسيل. انا مش من عادتي ان انا الم الغسيل بالليل، يعني ماما معوداني ان انا الم الغسيل بالنهار وهو متشمس كده وريحه الشمس بتبقى فيه. اليوم كان مضغوط وكنت مستعجله جدا وعايزه اخلص كل حاجه قبل ما امشي. فرشت بقى الكفرات والمرايات على السراير، شغلت المكنسه كده وخدت لي كنسه سريعه للشقه كلها، وحضرت شنطتي انا وعز الدين. وهنا كانت استراحه محارب. عملت لي طبعا كوبايه الايس كوفي اللي ما ينفعش يعدي اليوم من غيرها، مع سندوتش صغير